الأهلي طولا وعرضا شرقا وغربا 60,000 واحد كانوا موجودين. السواد الأعظم منهم كان جمهور النادي الأهلي. تقدر تحلف إنه النادي الأهلي كأنه كان بيلعب في أرضه وسط جمهوره. على فكرة ده السؤال اللي سألته المراسلة لريبيرو بعد المباراة، إحساسك إيه وأنت بتلعب أكنك بتلعب في الهوم، أكنك بتلعب في ملعبك، أكنك بتلعب وسط جماهيرك؟ الراجل قال لا هو ده النادي الأهلي، وأنا عارف كويس إن أنا جاي النادي الأهلي ومدرب النادي الأهلي باجيله حديثا، فمعروف شعبية النادي الأهلي وجماهيرية النادي الأهلي الكبيرة والعظيمة. أمور كتيرة جدا جدا فنية هنتكلم فيها، لكن كنت بسألك قبل الفاصل عن التحولات، لأن احنا دخلنا وسط الكلام في الفاصل عن التغييرات. التحولات واحدة من المشاكل اللي قابلت النادي الأهلي في الشوط الثاني، أسبابها إيه؟ طيب هي كانت واحده من الحاجات برضو اللي ميزت الاهلي الشوط الثاني، بس هي الحاجات اللي حتى كره تريزيجيه كانت تحولات، كره حسين الشحات في الاخر انا مش فاهمها الاخيره دي، لكن في النهايه بتحصل. يعني التحولات اللي حصلت، هو خارج بيلوم نفسه. انا حتى كمان هو كان معدي من جنبنا، واضح هو بيلوم نفسه على الكره دي، لان الكره دي كانت ممكن تخلص. هو الاهلي بتاع الحاجات دي بقى. مظبوط صح. طيب الشوط الثاني الحقيقه يعني انا بقول ممكن يعمل رطوبه، الجو صعب قوي، ممكن الحته البدنيه مش جاهزه لمعظم اللعيبه، ممكن تمام، لكن برضو الراجل لسه شويه في حته التعرف على الامكانيات الكامله لكل لعيب، لسه يعني النهارده ممكن تسيب بن رمضان شويه، ممكن تسيب تريزيجيه شويه، ممكن تسيب زيزو شويه، ممكن يبقى في بن شرقي ممكن يعني واحد من اللعيبه الهاديه جدا. الشوط الاول كان في تسرع في انهاء الهجمه، وبن شرقي عنده الملكه دي او عنده الميزه دي ان هو ممكن قدام الجون يبقى اهدى شويه. يعني لو انت عارف امكانيات اللعيبه وقدراتها بشكل كبير كان ممكن يبقى التغييرات مختلفه سنه، لكن في النهايه الشوط الاول كان رائع جدا للنادي الاهلي. مش عايز ارمي الفوطه برضو واقول بالميراث، طبعا فرقه كويسه جدا وعامله انتدابات هامله جدا، وعندهم لعيب مقدر دلوقتي تقريبا ب 55 مليون يورو، عنده 18 19 سنه، وعند بورتو لعيبه كويسه، لكن في النهايه كواليتي تاني ومستوى اعلى من انتر ميامي. بس انت اللي شفناه في الشوط الاول يخلينا نطمع ان ممكن يبقى في حاجه كبيره جدا في اللقاءات اللي جايه ايا كان الوضع. يعني انا بشوف ان هو اللقاء الشوط الاول زي ما قلتوا يعني احنا ضيعنا الفرص، التوفيق ما كانش حالفنا خالص وضيعناه، والشوط الثاني برضو نحمد ربنا ان احنا ما خسرناش يعني بسبب الشناوي الصراحه. يعني عندي سؤال مهم، انا ما فهمتش التغييره بتاعت بن رمضان وتريزيجيه، ما فهمتهاش بصراحه. بص اقول لك على حاجه، بن رمضان ممكن تكون واضحه لانه كان جاي بقاله فتره طويله قوي ما بيلعبش، وفي الماتش بتاع باتشوكا حتى لما هو كان الوحيد اللي مكمل في الشوط الثاني وسط التغييرات اللي حصلت، وكان برضو ابتدى الريتم بتاعه يقع، وابتدى يبقى في قفل زوايا التمرير، في الجري ورا اللعيبه يغلط كتير. فانت بتخاف في اللحظات اللي شبه كده كمدرب انك تخسر الامان. ده اللي خلاني اقول لك ان هو راهن على ان لا الاولويه عندي ان انا ما اخسرش، دي بالذات اللي حصل بسببها. بس اللي انا استغربته، واعتقد انا متفق جدا مع كابتن سيد في الطرح بتاع ان ريبيرو يعني عرف اللعيبه من ماتش باتشوكا اكتر منه، هو عارف الامكانيات كويس قوي بتاعت اللعيبه. يعني هو قيم بن شرقي بناء على ماتش باتشوكا، وكان فعلا ماتش سيء جدا لبن شرقي في الالتزام وفقدان الكوره. الجول اللي دخل في الاهلي كان هو اللي خسران الكوره الثانيه والالتحام. بس انت لو انت عارف بن شرقي كويس، انت عارف ان هو اكتر لاعب، هو الماتش ما كانش ماتشه اللي فات، بس امكانياته اعلى بكتير في اتخاذ القرار. الكوره اللي احنا شفناها في الاخر هي قرار. فدي كانت نقطه. النقطه الثانيه انا بعذره فيها، انا عارف ان هو ما عندوش وقت، هو ده اللي قاله في المؤتمر، ما كانش عنده وقت كافي. فبالتالي في التحولات في الشوط الثاني لما نزل البدله انت شفت قرارات. يعني في هجمه كانت الكوره ماشيه مع مجدي قفشه، وبعدين كل اللعيبه ماشيه صح، محمد هاني فتح الملعب، طاهر قام قاطع، حسين قام قاطع، جراديشار قام قاطع عكسهم، بوظ الهجمه المرتده، وقف في وش زميله. فانا فاهم ان في حاجات هو لسه الراجل محتاج يعلمها برضه للعيبه، وما خدش حاجات كتير. صحيح. فدي برضه كانت نقطه ثانيه مهمه. هجيبها لك. أعلم أنكم لا تتحملون توجيه أي كلمة إلى الخطيب، ولكن من المفترض أن يكون النادي الأهلي فوق الجميع. هذه المباراة كان ينبغي أن يفوز بها الأهلي. المباراتان القادمتان أصعب وعلى مستوى أعلى، أي أنه لو واجهتهما في كأس العالم بالنظام السابق كانتا مباراتين في الدور قبل النهائي، وهو الدور الذي فشل الأهلي في بلوغه في 9 محاولات سابقة. إذا خرجنا من دور المجموعات وعدنا، فإن المسؤول الوحيد والحصري بناء على هذا الكلام هو محمود الخطيب. محمود الخطيب من المفترض ألا يكون مثلي ومثلكم، وبالتأكيد ليس بائع بطاطا، بل من المفترض أن يكون رئيس ناد
ذو خلفية كروية ومشرفا عاما على كرة القدم. هناك بديهيات، موقف كركلة الجزاء أو حتى الفرص الضائعة يعكس رهبة ومراقبة وتوترا. وحتى إن كان لديك مهاجمون وأجنحة على نفس مستوى وإمكانات كريستيانو، فإن خبرته وثقته بنفسه كافيتان لحسم أكثر من فرصة من تلك التي أهدرت. لماذا لم تحاول التعاقد معه من أجل هذه البطولة فقط؟ بماذا نبخل على الأهلي؟ الأمر الأهم والذي سمعتموه جميعا في بداية فيديو المجموعة مع إبراهيم، أن الرجل لا يزال في طور الاستكشاف من الذي أوصل الأهلي إلى هذه الحالة. من الذي جعل النادي الأهلي ذاهبا إلى كأس العالم حلم الجميع، والذي لو لعب فيه بيراميدز أو وصله الزمالك أو أي ناد آخر لاهتزت الدنيا ولكان حدثا تاريخيا. من الذي جعل الأهلي يشارك وكأنه يخوض دوري أبطال إفريقي. من الذي أرسل النادي الأهلي إلى البطولة بمدرب جدير ولكن لا يزال يكتشف اللاعبين، لا يعرف من معه ولا إمكاناتهم. من الذي جعلنا نقضي موسما يعد الأسوأ في تاريخنا ونخسر كل شيء. من الذي لم يدرك أننا لم نكن نملك مدربا منذ بداية الموسم أو حتى خلال فترة يناير. من الذي ارتكب كل هذا؟ فإذا خرجنا من دور المجموعات فإن المسؤول عن خسارتنا لكأس السوبر الإفريقي هو محمود الخطيب، والمسؤول عن فشلنا في الوصول إلى ما حققه غيرنا في نسخ كأس العالم هو محمود الخطيب، والمسؤول عن خسارتنا لدوري أبطال إفريقيا وتتويج بيراميدز به هو محمود الخطيب. أنا لا أهاجم ولا أوجه انتقادا، وإنما أوضح الأمر حتى لا يلقى اللوم على أحد بغير وجه حق. وكما أن هناك من يحتفل بالإنجازات ويطبل لها حين يفوز الأهلي، يجب كذلك أن تنسب الإخفاقات إلى أصحابها صدق أو لا تصدق. بسبب رعونة محمود الخطيب وأخطائه أصبح جمهور الأهلي لا يختلف كثيرا عن جمهور البليلة، مضطرون إلى أن ندعو الله ألا يبلغ بيراميدز نهائي كأس العالم للأندية في ديسمبر، ومضطرون كذلك إلى أن ندعو الله ألا يحقق فريق إفريقي أو عربي ما عجز الأهلي عن تحقيقه. أنا أشعر بإحباط شديد جدا أننا لم نحصل على النقاط الثلاث، ومع كامل احترام لفريق انتر ميامي الذي يحتوي على العديد من اللاعبين الكبار، ولكن في الشوط الأول كان يمكن أن نحقق 3 أهداف أو 4، وهذا لم يحدث وبالتالي لم نفوز بالمباراة. كنت أدافع في هذه المباراة، ولكن أنت بعيد عن موطنك. وما هو شعورك؟ لا يصدق، هذا نادي كبير جدا، لدينا 80% من الحضور كانوا من مشجعي النادي الأهلي، وهذا أمر رائع. كان لدينا الكثير من المشجعين حول الفندق والملعب، وهذا يمثل دافع لنا. كان يمكن كنا نستحق أن نحصل على 3 نقاط. ما رأيك عن المباراة القادمة مع بالميراس؟ كل المباريات ستكون صعبة بالطبع، والآن حصلنا على نقطة واحدة وكنا نسعى للحصول على 3 نقاط، وقمنا بالعديد من التدريبات ونتمنى حظ سعيد.